بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، القائل في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. والصلاة والسلام على خير خلقه محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن سار على هداه إلى يوم الدين. أيها المواطنون الأعزاء، إخواني المسلمين في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقد أهل علينا أفضل الشهور وأعلاها شأنا وأعظمها قدرا شهر رمضان المبارك، ونحمد الله أن بلغنا هذا الشهر الفضيل، شهر القرآن والرحمة والمغفرة والعتق من النيران. وبهذه المناسبة العظيمة يسعدني أن أتقدم إليكم جميعا بأحر التهاني وأطيب التمنيات، سائلا الله العلي القدير أن يعيد الشهر الكريم بوافر الخير والبركات. الإخوة والأخوات، إن شهر رمضان الفضيل الذي تتنزل فيه الرحمات والنفحات وتتضاعف فيه الحسنات وتحط فيه الخطايا، يبعث في نفوسنا الالتزام بمعانيه السامية ومثله العليا وقيمه النبيلة. علينا أن نغتنم الفرصة ونستزيد من الخيرات لنفوز بالأجر العظيم والثواب الجزيل، وتمتلي قلوبنا بخشية الله وتقواه، وننال عفوه ورضاه. أيها المواطنون الأكارم، يأتي شهر رمضان هذا العام والبشرية تمر بمحنة لم يسبق لها مثيل في تاريخها الحديث، جراء وباء كورونا الذي اجتاح العالم من أقصاه إلى أدناه. ومنذ الوهلة الأولى سارعنا إلى اتخاذ تدابير استثنائية وعاجلة للتصدي لهذه الجائحة العالمية ومواجهة تداعياتها وحماية المواطنين منها، ولازلنا ماضين في تلك الإجراءات آملين أن تنقشع سحابة الوباء بإذن الله تعالى وبجهد الجميع وتكافلهم وتعاضدهم. وكما حث عليه ديننا الإسلامي الحنيف، فإنه لا بد من الإكثار من الدعاء والاستغفار في أوقات الشدة والتضرع إلى الخالق القادر المقتدر. وفي هذا الصدد فإنه ينبغي اغتنام حلول شهر رمضان المبارك، شهر البركة والرحمة، والإكثار من الابتهال والدعاء والأعمال الصالحة حتى يزيل الله الغم ويرفع البلاء. ورجاؤنا كبير في لطفه وفضله وكرمه جل وعلا. وعملا بتوصية لجنة الفتوى بالمجلس الأعلى الإسلامي، واتصالا بما أقدمت عليه الدول الإسلامية في مجملها، فإننا ننوه إلى أن صلاة التراويح ستؤدى في المنازل في ظل استمرار، كما أن صلاة العيد لن تقام في المصليات كما جرت العادة، مؤكدين أن أبواب عبادة الله تبقى دوما مفتوحة ولا يحدها لا مكان ولا زمان. ولا يفوتني أن أتقدم بخالص التعازي وصادق المؤاساة إلى أهلنا الذين فقدوا أعزاء لهم في الأمطار الغزيرة التي هطلت على بلادنا مؤخرا، كما نشدد على مساندتنا ووقوفنا التام إلى جانب أولئك المواطنين الذين فقدوا ممتلكاتهم في هذه الأمطار الإعصارية. نسأل الله سبحانه أن يمدنا بالعون والتوفيق والسداد، وألا يحرمنا أجر وفضل هذا الشهر الفضيل، ويتقبل صيامنا وقيامنا وصالح أعمالنا، ويجعلنا من عتقائه، إنه قريب مجيب. شهر مبارك، وكل عام وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.